السلام عليكم. اليوم نسوي معاكم كبسة حمراء. في البداية عندنا العيش مغسول 4 مرات 3 مرات كفاية، لا تغسلون العيش وايد راح يتكسر. ننقعه لمدة أقل شيء ساعة، يكون مناسب انك تنقعه لمدة ساعة. نحمي الزيت، نحط البصل، نقلب البصل لين ما يتحمر بهذه الطريقة على نار هادية. دائما يوم تحمرون البصل على نار هادية يكون أحسن شيء. بعد ما عندنا يتحمر البصل بهذه الطريقة، نضيف الطماط ونقلب البصل مع الطماط تقليبه خفيفة على نار هادية. كمية زيت مناسبة للكبسة، دائما للكبسات تكون زي كمية زيت كبيرة. نحط بهارات صحيحة مع الفلفل، أي بهار صحيح يعجبكم. نحط الدجاج ونقلب الدجاج مع البهارات والبصل والطماط والفلفل، نعطيه تقليبة حلوة عشان لو في زفر في الدجاج أو شيء تروح إن شاء الله مع تقليب مع البصل والطماط وهذا الأشياء. بعدها نحط بطاط يعطي نكهة في الرز مع الكبسات. البطاط حلو. عندنا هذه الخلطة اللي هو عبارة عن صلصل وصبغة زعفران وبهارات فلفل أسود كاري وهيل وغيره، ونضيف الماء حتى يغطي الدجاج. بعد ما يغلي نضيف كم من ليمونة، بعدها نضيف الرز ونواسي بالرز مع المرق عشان نعرف هل نبغي نزيد زيادة أو لا. نحط راس ثوم 2 3 مع فلفل. في هالمرحلة لا تقلب الرز أبدا، لا تقلب الرز، فقط شوف نسبة الملح اللي هي مناسبة ولا. نكبسه لمدة 20 دقيقة 25 دقيقة على نار هادية جدا. وهذا شكل الرز بعد الكبس، وعليكم بألف عافية.